السلام عليكم. معكم محمد عبد القادر. احنا النهارده في وادي النطرون بنصور 20 فدان. عشرين فدان مميزين في الموقع وفي التربة والزراعة والمية، حاجة بسم الله ما شاء الله. يا ريت تدعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناة يشترك، اشتراك مش اجباري، وصلوا على النبي قبل اي شيء ونبدأ في الحلويات اللي معانا. دول 20 فدان، 10 فدان برسيم حجازي، والناس طبعا كلها عارفة موضوع البرسيم الحجازي واسعاره والوضع ماشي ازاي. يعني ده بيصرف على الارض ويزيد. شوية برسيم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها. دي الرشاشات شغالة، وده وضع البرسيم حاليا، حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له. عاوز نتكلم في نقطة صغيرة بس الأول، بالنسبة لأسعار وادي النطرون. أنا هتكلم على أسعار وادي النطرون. الناس كلها الكلام ده من سنة أو سنة ونص، وإحنا قلنا الكلام ده بس محدش صدق. قلنا لكم الأسعار هترفع بعد القانون الجديد في سفنكس، إن الوجهة اللي على الصحراوي هتتقنن من جديد بالمتر. المتر 1500 جنيه، دول أول 500 متر، والمرحلة التانية 1000، والمرحلة التالتة 500. والناس كلها عارفة، والكلام ده على النت، مفيش حاجة متخبية. كله ركز على وادي النطرون. وادي النطرون مية وتربة وزراعة، واللي يقول غير كده يبقى ما راحش وادي النطرون وما يعرفش حاجة على وادي النطرون وعلى زراعة وادي النطرون. دول 20 فدان برسيم حجازي. برسيم الحجازي كل 25 يوم، مش هنقول لك 20 يوم، كل 25 يوم بتحش. الفدان يوم ما يقول لك ما يجيبش خالص طن وربع، لو مغذي ومية مية طن ونص بالظبط، مش هيجيب اكتر من كده. الطن ونص، الطن بينباع على ارضه من 7 ل8. مش هنطول عليكم، هندخل في تفاصيل الارض. ارض بسم الله ما شاء الله، ارض محترمة. دول 10 فدان برسيم حجازي. ندخل على الحلويات وعلى الطعامة. دول 8 فدان مانجا نعومي، والناس طبعا كلها تعرف المانجا النعومي. ودي مشاية. في طاقة شمسية نصورها لكم برضو 30 كيلو. دي المانجا. عاوزكم تصلوا على النبي وتقولوا للراجل الله يبارك لك في الحلويات اللي احنا فيها دلوقتي. العفش والكلام ده كله ده محدش يتكلم فيه. علبة دواء ب1000 جنيه بتخلص الكلام ده كله. دي الطاقة الشمسية 30 كيلو. في طبعا لسه زرايب هنروح نبص عليها، وفي فدان محاصيل، في حاجات كتير حلوة. ندخل على السعر.
1,000,000 جنيه الفدان الواحد بالحلويات اللي انت شايفها ده، ب1,000,000 جنيه. يلا ان شاء الله ما حد حوش. هذا التوم زي ما انت، ودي اللوحات. ودي استراحة للمالك، طبعا مش معمولة بالخشب. ودي طاقة شمسية كمان للبيت، وفي لك حصة في الكهرباء. يعني عندك طاقة شمسية للبير، وعندك طاقة شمسية للبيت، وعندك حلويات كتير. الصراحة مزرعة يا جماعة والله ما محتاجة حاجة، محتاجة واحد يقعد في الأرض بنفسه، مشتري يقعد في الأرض. أما تشتريها وتسافر ما ينفعش. والأسعار في وادي النطرون هتزيد تاني برضك، عشان تبقوا عارفين. اللي متابعني أنا من سنة ونص قلت الكلام ده، كان الأسعار ببلاش. دي مانجا نعومي، وده السلك معمول اهو. نقرب لكم الكاميرا اهو، ده السلك اهو معمول كل حاجة حلوة. وبالنسبة للسعر ده نهائي، 1,000,000 جنيه للفدان الواحد، وده سعر نهائي. اتكلمنا مع صاحب الأرض، ده سعر نهائي. عندك حيرة زراعية، عندك كهرباء، عندك طاقة شمسية للبيت، طاقة شمسية للبير، عندك بلوحة المية 370 معدنية. بلوحة المية 370. حد يجيب لي ملوحة مية على الصحراوي 370. وادي النطرون معروفة، المناطق اللي هي ميتها مالحة معروفة، والمناطق اللي هي ميتها حلوة معروفة. أرض رملية، أرض رملية. بص أول ما المية تنزل عاملة ازاي، بص التربة، وبص هي واخدة مية واخدة سبلتها، والسبلة متكومة برا، حاجة بسم الله ما شاء الله. طريق ممهد من الاسفلت الفرعي، حاجات بسيطة تكون جوه الارض، خدماتك كلها جنبك. العمالة تحتاج عمالة بالتليفون يجيلك اللي انت عاوزه. دي اوض للطيور طبعا، البط والحاجات دي. وده الفدان اللي هو بيزرع محاصيل. ودول كام شجرة برحي. وده البرسيم بتاع الارض، ده البال اهو. ودي العنابر
طبعا قافلين. فتحنا قافلين صعب احبالي، مش قفل بس. ده عنبر وده عنبر برضو، حاجة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. ده كله ايه؟ تربية مواشي مانجا جوافة قصدي، بسم الله ما شاء الله. المباني دي كلها اوض للفراخ، حمام، بط، زي ما انت عاوز. ده الجزء ده السور ده بيننا وبين الجار، وده الفدان اللي هو المحاصيل، ويعتبر ده فدان اللي عليه المباني والعنابر المواشي. وربنا يبارك للجميع ان شاء الله. موقع تربة زراعة، موقع ما ينسبش، الموقع ما ينسبش. يا ريت ما تنسوناش برضو باللايكات وما تبخلوش علينا. انا جايب لكم حاجة بسم الله ما شاء الله، جوهرة. دي مشاية تانية، بوابة دي طالعة للطريق برا. حاجة بسم الله ما شاء الله. ودي استراحة تانية، ودي استراحة واقفة على الصبة. حاجة بسم الله ما شاء الله. برجولة تنظف الفدان ده وتروقه، ده للجنينة تلف عليه السور. بوابتك اهي برا، الأوضة بتاعت الحارس، عندك كل حاجة، كل حاجة عندك بسم الله ما شاء الله. وربنا يبارك. لو انتوا سامعين الصوت ده صوت العربيات اللي على الأسفلت، يعني احنا في موقع محترم جدا. في المعاينة اللي هيجي الموقع ده مش هيسيب الموقع ده نهائي، انا عارف الكلام اللي انا بقوله. ربنا يبارك للجميع. عندك الارض على فكرة بتصرف على نفسها، يعني الارض بتصرف على نفسها. والبيت ده بيت كبير بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحابه. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.